والعربيات والدبابات بتاعتهم وراحوا على البيت. سيد وكرم وبيبو وصلوا المطار وهيركبوا طياره تروح ابو قتاته، بس لقوا ان معهمش فلوس يركبوا الطياره، فقرروا يلبسوا لبس الطيارين ويركبوا الطياره ويروحوا عزبه ابو قتاته. بس عملوا بلاوي سودا عشان هم ما بيعرفوش يسوقوا طياره. سيد داس على كل الزراير وكل المفاتيح وشغلوا الطياره وطاروا بيها ووصلوا الحمد لله ابو قتاته. وحيد ابو كف وهو بيكتف جرو قال له انت مصيبه، عرفت تسرق منهم السلسله من الستة الاشرار. جرو كان فرحان ان وحيد ابو كف بيشكر فيه وبيقول ان هو مصيبه، بس وحيد ابو كف كان بيكتفه على جهاز تعذيب جديد فيه منشار، لو النونوز ما جابوش السلسله خلال 48 ساعه المنشار ده هيموته. توتو كان لسه بيجري ورا عم الولد عشان يجيب منه السلسله، وسيد وكرم وبيبو كانوا بيدوروا في وقتها على البيت اللي جرو مخطوف فيه عشان ينقذوه. ولما وصلوا عند بيت وحيد ابو كف